ليه كمبيوتر زي ده تمنه تقريبا 100,000 جنيه؟ الارقام مفزعه. ما ينفعش للجامعه، ليه بقى؟ معانا شخص محترم اسمه عمر بيسال سؤال نحسبه على خير، وبيسال بيقول لي لو سمحت، لو حضرتك خبره في مجال الكمبيوتر، انا كنت هشتري كمبيوتر قريب للجامعه، فعايز اعرف لو كان الكمبيوتر ده مواصفاته كويسه ولا لا. والكمبيوتر اللي هو حاطه لابتوب من نوع ايسوس ROG ستريكس G16 2024 2024 جيمنج لابتوب. اللابتوب اللي هو بيسأل عليه ده ثمنه تقريبا 100,000 جنيه. طبعا مواصفات الجهاز ده مواصفات صاروخيه، ولكن الاجابه يا عمر ان الجهاز ده ما ينفعش للجامعه. ما ينفعش. ده ما ينفعش للجامعه اطلاقا. ده بالظبط زي ما تبقى انت رايح تتعلم السواقه، فبدل ما تجيب عربيه على قد الحال تروح تشتري ماكلارين او فراري او بورش. يا باشا انت ربنا موسع عليك هات اوبل، انما مش تروح للماكلارين ولا الفراري ولا البورش. ده ما شاء الله امكانياته يعني اوفر، يعني انت لسه بتبدا تعليم وهتاخد سنين في الجامعه لحد ما تتخرج وتبدا تشتغل وتسوق العمل، او حتى لو هتشتغل وانت في الجامعه برضو. يعني انا شايف ان امكانياته اوفر قوي ايا كان المجال اللي انت هتدرسه، برضو انت اضرب حالك. انما هو كجهاز طبعا ده انت بتتكلم في جهاز ثمنه ما شاء الله 100,000 جنيه، بتتكلم في صاروخ يعني. بقول لك ايه؟ ايوه يا بليجي، هات 20 جنيه. ليه يا بليجي؟ خسران. طب وانا كنت بلعب معاك يا بليجي. تخلص. حاضر.